دلوقتي يا جماعة قطعنا البتنجان ورشينا عليه الملح، وقطعنا البطاطس بالشكل ده وده الفلفل، وقطعنا الطماطم شلنا منها المية بالبذر، وقطعنا البصل بالشكل ده. والفراخ اللي محمرها هي بالشكل ده. لسه لازم تاخد لون. نديها لون على الوش التاني وبعدين نبقى نشيلها بقى. طلعنا الفراخ اهي، وبعدين نزلنا بالبطاطس برضه تحمر، وبعدين نطلعها ونحط بعدها بتنجان. البطاطس هنا عاملاها سميكه شويه، فحطيت عليها ربع كوبايه ميه وهغطيها بقى تستوي شويه. ودلوقتي شطفت البتنجان كويس قوي من الملح، وعصرت عليه نص ليمونه عشان ما يشربش زيت. ونقلب البتنجان. ودلوقتي نزلنا بالفلفل والبصل بتحمر. ودلوقتي نزلنا بالطماطم عشان نحمرها. جهزنا كل حاجه مع بعض اهو يا جماعه. ودلوقتي غسلنا الرز كويس قوي. ودلوقتي يا جماعه جبنا حطينا معلقه كركم ونقلبهم مع بعض كويس جدا. وبعدين يلا نركبهم مع بعض نحطه في الحله. نعمل ايه؟ جبنا بقى تركايه حلوه كده عشان بقى المقلوبه دي ما تلزقش. قمنا نجيب ورقه زبده بقى نحطها في ارضيه الحله. وقت الرز بقى نحط الطماطم بقى، نرص بقى الطماطم. نحط البتنجان، ننزل بالبتنجان بقى. شوية كاري. حطينا الطماطم ورصينا البتنجان على الحروف، ورصينا الفراخ فوق الطماطم، ورشينا عليها شوية كاري وشوية فلفل أسمر. نعم. ورق لورا. حطيت ورق لورا وحبهان وقرنفل وفصل مستكة. وبعدين ننزل بقى فوق البطاطس. ونزلنا بالرز يا جماعة. نجيب المرقة بقى مغلية، مرقة الفول. يلا يا جماعة، وده هو بعد ما حطينا المرقة